يشاهدون الآن الطاقم النصراوي على يسار السادة في منازلهم، ويلعب في الناحية الشمالية الملعب. وضربة البداية فهد الهريفي ماشي بيها فهد يلعبها بالعرض. الشلقاني فهد الهريفي ناحية الجناح اليمين يمر، وخطأ لصالح الفريق النصراوي، والتوسل في المرمى كما شاهدتم من خالد الدايل. مين حيلعبها؟ يوسف خميس يلعبها طويلة في حلق المرمى ساقطة، وعلى راس وفي الهدف وفي المرمى ماجد أحمد عبد الله صاحب الرأس الذهبية يسجل الهدف النصراوي الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الأول. يجي جماهير الله ارتكبوا عبد الرحمن الشيخابي، لا يوسف خميس، لا المخرج عبد الله بسير، مساعد العروابي يعيدون اللقطة ثاني. وشوف ماجد ينط الهواء، ماجد عبد الله يا سلام، ينط اعلى من كل المدافعين الهلاليين. يوسف خميس في ماجد ينط ويقفز الهواء، وعلى يسار خالد الدايل عزيز حفظه الله. انتهى شوط المباراة الأول بهدف واحد للنصر سجله اللاعب ماجد أحمد عبد الله مقابل لا شيء للهلال. وهبط إلى أرض الملعب طاقم التحكيم استعدادا لبدء الشوط الثاني من هذه المباراة، فيما ينتظر الجمهور هنا بدء هذا الشوط ونزول الفريقين. في نهاية هذه المباراة وفوز أحد الفريقين سيتفضل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بتسليم كأس خادم الحرمين الشريفين والميداليات الذهبية للفريق الفائز، والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني. كما سيسلم حفظه الله درع دوري الأندية الممتازة والميداليات الذهبية لأفراد نادي الاتفاق والذين يظهرون على الصورة الآن، ويسلم أيضا درع دوري الدرجة الأولى لأفراد فريق نادي الكوكب من الخرج والميداليات الذهبية، ويسلم أيضا الميداليات الفضية لنادي الهلال لحصولهم على المركز الثاني، ولنادي النصر لحصولهم على المركز الثالث. كما يسلم نادي أحد من المدينة المنورة الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني في أندية الدرجة الأولى، والميداليات البرونزية لأفراد النادي العربي من عنيزة لحصولهم على المركز الثالث في أندية الدرجة الأولى. وقد صعد هذا الموسم فريق نادي الكوكب من الخرج وفريق نادي أحد من المدينة المنورة إلى مصاف الأندية الممتازة. الآن يأخذ